زمان كثير ما صورنا فيديو من شنات تيك توك وفقرة التفتفة وهاي الفيديوهات اللي بتحبوها. اخر فيديو من شنات تيك توك يمكن قبل سنة. بصراحة انا مش حابب اني ابعد عنهم، بس اليوتيوب فيش وراه اشي غير انه يمسح لي فيديوهات ويمسح لي قنوات. مش عارف ليش بزعل لما اصور فيديوهات من شنات تيك توك. معقول لانه بنتفتف على الناس؟ بس هاي المرة خلص نويت اني اكون محترم، مش محترم كثير، محترم شوي. للناس اللي اول مرة بتشوف هاي السلسلة، الموضوع عبارة عن انه بفوت على التيك توك، بشوف المنشنات اللي عملتوا لي اياها وبنعلق على الموضوع وبنتفتف على اللي بيستاهل. يعني بنعمل اشياء كثير حلوة. فهي حساب التيك توك طالع قدامكم، منشنوني على اي فيديو متخلف حابين اني احكي عنه. اذا اول مرة بتشوف القناة اشترك، خلونا نوصل 100,000، لانه ان شاء الله على 100,000 برضه راح يكون في عزومة شاورما كبيرة. واعمل لايك للفيديو اذا حابب، يعني اذا مش حابب عادي اعمل لايك يا زلمه، ايش بتخسر؟ يا مشان الله شو بتعمل؟ يعني شو مستنيين منا حج مشارف على عمر 100 يا زلمه؟ مشان الله يا زلمه، انا غبت عن التيك توك سنه لساتك انت لسه مستمر. 2.5 مليون لايك ليش؟ اكيد دعما لكبار السن، يعني اكيد 2.5 مليون هدول جايين من شو اسمه هاي دار المسنين. متى بدي اختير انا واصير اعمل محتوى زيي وانشهر وخلص؟ فيش داعي اني اتعب واصور فيديوهات يوتيوب. حج بشان الله تروح تصلي لك ركعتين او تنكش حوض الزريعه وتحل عنا يا زلمه. خذوا دار المسنين، خذوه احشروه في الثلاجه. صورني وانا اساعد. ثواني يا جماعه، بس عشان ابن الوسخه اجا، فيا ريت نجهز البلغم لانه حنتفتف في كل مكان، على الشاشه وبرا الشاشه، حنتف في كل الارض. فيلا هذا هو الحال في غزة. مسلسلات رمضانية مستمرة تمثيلا وكذبا. يتاجرون بأطفال، يتاجرون بلقمة خبز لأولاد، يتاجرون بمآسيهم لتستمر اللعبة. الواقع في غزة أصبح أشبه بهوليوود نظرا لكثرة الإنتاجات التصويرية والمسرحيات التي تعرض كل يوم لتخدم مصالحهم وتشوه الحقيقة. مسرحيات حماس الإرهابية تضاف إلى السيناريو، حيث يتم استغلال الناشطين، ما يسمى بالناشطين الإنسانيين، لتمرير أكاذيب تخدل على مثل هذا الجعفراوي وغيره من هؤلاء الأقزام. للأسف هناك كثيرون يقفون مع هذه الكذبة الكبرى ولا يلتفتون إلى الحقيقة التي يتم طمسها وراء الأضواء والشعارات، لكننا هنا لإسقاط قناعهم. معلش بس شوي، خلينا نحاول ناخذ عقد. انا عارف انه هو كندره وبنحكاش معه، بس ثواني شوي خلينا نحاول اي حقيقه اللي بنحاول نطمسها. شو هي الحقيقه؟ انا عارف انه اسرائيل ماخذينك مسخره وعشان يتهبلوا عليك ويعملوك ابريالي قدامنا ونصير نضحك، بس اي حقيقه اللي بتحاولوا نحاول نخبيها اني حقيقه انه الاطفال والنساء والشيوخ والشباب المظلومين اللي ما لهم اي ذنب قاعدين بروحوا على الفاضي وبنقصفوا بدون اي ذنب وبنحرقوا برضه في نص غزه. هي الحقيقه اللي بنحاول نطمسها. والله يمكن هذولك اتقبلهم كونهم مش منا، بس انت مشكلتك انك عربي منا وبتتقبل. لا اله الا الله. بس اقسم بالله سم بدني يا اخوان لما نترك حشره زي هذا يطلع يهايط علينا على السوشيال ميديا واحنا مش عارفين نمسك. بس صدقني ليجي يوم يمسكوك ويحشروك ورا مصنع الكراسي. علموا على كلام، يجي يوم حيروح ورا مصنع الكراسي ويشوف اشياء. حسبي الله ونعم. يا رب انت المنتقم الجبار وعالم في حالنا، يا رب انتقم منه هذا الحيوان هو وكل اللي وراه. ان شاء الله يا رب يجي اليوم اللي يشوف حالنا منتصرين فيه وداعسين على وجهه. ولك يا عمي وانت بده زمان والله زمان انا مشتاق لسلسله من شنات تيك توك بس عشان يا الله لهسه عايش ولسه مستمر بنزل فيديوهات. يا اخوان حلم حياتي اشوف ابو حميد بيعمل اعلان. نفسي اشوف ابو حميد بيستفيد من الشهرة تاعته. مستحيل. بس ولك يا عمي وانت بده يأذن. ليش في ليه بصرخ؟ أذن يا شيخ. ليش بتصرخ ليش؟ بدنا ناكل. للأسف كثير ناس بتفكر رمضان بس للأكل والشرب والنوم. ولكن يعني بيني وبينك يا ابو يامن برضو بدنا ناكل. يعني خليني اكون صريح، الواحد صايم من الصبح. اذن روح اشتري فلافل. راس الحوت اللي طبخته امي الامبراطورة الي ما حدا يطب فيه. انا ما فهمتش هذا الشبح اللي معاه شو دوره؟ ليه موجود؟ دقيقة وكأنه سلخه كف. روح اشتري مش قادر. خلص طلعوني انا هذا اوسخ فيديو اشوفه في حياتي. ولا استفدت شيء ولا فهمت شيء، بس شفت كف وشي متخلف قاعد بركض وبصرخ دارك ويب. والله دارك ويب. تتمادى لا تتمادى. خبز العباس
ليه يعني شو فلسطين شو استفادت من واحدة طالعة ترقص في الفيديوهات وتحكي لا تتمادى أغنية شيعية؟ ليه شو في التيل الإسلامية انت في الزفت اللي بتاع شو بدك؟ يعني حد يبعث لها اسد تروح تنام يا زلمة، خليها تجبر حياتها وتأمن اجار الشهر، مش محتاجين. خليكي نايمة، روحي اشربي كوكتيل، شو بدك من حياتنا؟ اجب بالي ابوي بس ليش فترة المي عالية؟ وضعك كثير سيء، لا مخلينا نرتاح، ولا الخبث والخبائث في الحمام ترتاح، حتى الشياطين مزعوجين منك، انت متخيل؟ بعدين ليش حاط اضاءة لد في الحمام؟ يعني مش فاهم، بتشخ على الاجواء الرومانسية. شو ليه حاط اضاءة في الحمام؟ شو بدك؟ شوف اللي بعده، شوف مغصت. حج 70 متحول، حج ترك سن الشباب قضاها زلمه وحب يختم حياته كساهر منذ. كيف بيقنعوك؟ شو الحلو في حياه البنات تروح تعيش زيهم يا زلمه؟ ليه لابس بندانه وطوق على شكل ارنب؟ طلعوا شكله قديش مستفز في الزهري يا زلمه، وحج مرهرط. يعني لو انه فيك اشي مغري بقول لك استمر، بس انت مرهرط، بدك دهون كثير عشان تصير مغري. شكلك هو تفوا عليه. هبعد عن الشاشه، بيستاهل، هذا بيستاهل خاوه. هبعد، يلا 1 2 3 سنة ابعد ايدي. تمام، يعطيكم العافية، حبينا نوجه لك تحية بس. قلبي دق 3 دقات لما افتكر الذكريات، انت يا بنتي ست البنات منجا. حرام والله، حرام والله حرام. من يوم لغوا القهوة في مصر وخلص صاروا الحجاج والصغار وكله يتهبل على التيك توك. شو بتعمل؟ ليش انت زلمة كبير، مفروض تحترم شيبتك وكبرتك. تخيل واحد صعيدي يمسكك والله الغير يحشرك ورا الاهرامات يا زلمة. روق احترم الكبرة اللي انت فيها. فاجاني مخي كان رايح اتجاه، اخذه على اتجاه ثاني. شوفوا سبحان الله كيف تغير من ساهر منذر لواحد زلمه بيحترم حاله وبجوز صاحب دين صار، وان شاء الله يكون من اهل الجنه. فما نحكمش حدا، بس نحاول نبهدلهم ونوصلهم رساله انه ان شاء الله يصيروا احسن. Trallallero trallallà porco dio ero con il mio شايفين هذا الترند يا جماعه منتشر كثير باخر فتره، كل الناس قاعده بتحكي عنه وقاعده بتنشر فيه وقاعده بتحكي هذا الكلام وبتقلد فيه وبتعيد من وراءه، وما بتعرف انه في استهزاء بالله وكلام غلط بحق الدين وحق ربنا. بيحكي ترالاليرو ترالارارا ببصر شو، بعدين بكمل بيحكي الله، بينهم في تشبيه لله في اشي معين ما بدي احكيه وبدي ازود في الحكي. ولكن يا جماعه هذا الترند فيه كفر، فيه غلط في الدين، وفيه استهزاء بالله. فديروا بالكم تنشروه، ديروا بالكم تعملوه، لانه مش حابين تفوتوا لا سمح الله تتحاسبوا عند ربنا. الله اعلم ممكن يصير فيكم اشي بسبب الترند. فيا ريت نركز ونحاول نعرف ايش بنقلد، لانه هذا الاشي غلط. ابعدوا عن هذا الترند او اي ترند مشابه، لانه ممكن يكون في اساءة لدينك وانت مش عارف. تحديدا هذا الترند فيه اساءة كثير، انا بشوف الناس قاعده تنشر فيه كثير. حتى شوفوا، استغفر الله ما كنتش اعرف الترجمه، الله استغفر الله، الله يسامحني كنت اقوله ما اعرف الترجمه. خير، شفتوا الاشي هذا كثير سيء، فيا ريت ندير بالنا منه ونحاول ما نقلده لو سمحتوا. انا بنصحكم عشانكم، اذا بتعمل زيه حجيك في البربيش على الدار. بما انه هذا اول فيديو رجعتنا الى سلسله منشنات التيك توك، فاتوقع انه بكفي ضحكنا بما فيه الكفايه، تفينا انبسطنا. استنونا بالفيديو الجاي، وبرضه كمان لا تنسوا حساب التيك توك حطيته في بدايه الفيديو، اذا عندكم فيديوهات متخلفه منشنون عليها وانا راح اعمل عنها فيديو كامل. واعمل لايك اذا انك فاضي يعني. بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.